ايه الضيف اللي جاي ده ضيف قوي قوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، هو ده الشغل. انت اسمه الكوبرا بس هذا ثبت عمرك عشان لانه يمكن تقلع انت. لا اقعد 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 اقعد. البشوت حق الرجاجيل مو بحق محمد. بس يقول هو عبد الله ما جاء. ابو عبد الله قريب. ابو عبد الله مين يابا؟ ابو عبد الله دخون جاي. هو ده الضيف؟ واشمخ واسمت واعمل. وليه مو بمالي عينك؟ لا مالي عيني يابا، بس بيجي لنا كل يوم يعني. ايه لا ابو عبد الله يعني مو بالضيف، ابو عبد الله راعي المكان. الضيف غير ابو عبد الله. يعني في ضيف يعني. ايه في ضيف. طمنت قلبي. الله يطمن قلبك. اخوي يوسف السفسار. اخوي يوسف ها؟ السفسار عن الازعاج. ايه ويقول المثل لا كبر ابنك خاوه. لا يا ريس. من هو ابنك ومن اللي بتخاوي ومن يعني المثل يقول اذا تبن ذيك ابنك الجاي الضيف. إيه؟ هو ساكن بفجار. ولا عنده بيت ملك. لين جاء استفسر منه. لأن أقول إذا سكن فجار، لا والله لا أعوز الأجار. يدق البدن الأجار على الأبواب. إيه ولا الأجار على الأبواب. هم مضايقينك بشيء الأجار؟ من هم؟ الأجار لا بس يمكن يعني أنا أقول لك ترى أنا عندي، أنا إذا جيتني أنا بعقليتي والاقتناع اللي أنا أقتنع فيه، ترى اللي أنت تسويه صح. شلون يعني بدل ما تاخذ كل راس مالك وتحطه في بيت، لا انت خدت شقتين في دبي، والشقتين هذه دبي طلعت لك ايجارات ومنها تسدد الايجار اللي انت ساكن فيه، بدل ما ترسل لك راس مال في بيت ما يدخل لك شيء. ما بعرف زي كذا اخوي. الا اذا كان عندك فايض، عشان لا احد يقول البيت مهم يعني. بس انا بعقليتي اقول انه يعني اول يعني يكون لك شيء يدر لك دخل، ومن الدخل صح كلامك بس اقول لك ناقصتك اذان صويلع وتغلع. مالها يابا الناس يابا مش عاجباك ولا ايه يابا؟ هدله هلا بالعزيز. هلا ابو عبد الله، يلا حياك. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا عمري. والشعب بخير. اللهم امين يا رب. إن في ظل هذه الدولة الغالية على قلوبنا ومملكتنا الحبيبة نحتفل ونفرح بيوم التأسيس السعودي، وكل عام الحمد وكل لله الجمهور وكل الوطن العربي بخير. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. تفضل ابو عبد الله. هلا والله شلونك؟ كيف حالك؟ صحة. بخير. شرفتنا ابو عبد الله، شرفتنا. هذول ربعك واخوانك من يوم عرفوا انك جاي ومقبل عليهم البسوا ولا عدل وجهك عصفرت والورد. شرفتنا يا عيوني. شوف من يوم اني امس انا قبلت وفتحت سناب، عرفت انا يعني كنت قايل لهم برجع لحد، ورجعت الاثنين. ويوم رجعت الاثنين يعني في ناس قالوا متعودين، لانه يفوتك من الشذاب صدق الواجب. عرفت؟ وفي ناس قالوا عقوبة التأخير. والله أنا إنكم وأنت قاعد أشوفه كذا، عقوبة التأخير نبي عرض من دخول. ايوه. وانت تكذب وابو عبد الله يشيل الليله ليه يابا؟ لا جد يعني، بس يعني انا قلت يعني ابو عبد الله كريم، والكريم ما تطلبه بشيء، هو دائما كذا يعني سباق بالعطاء، سباق بالهذا. خلي بالك من الدخله دي يا ابو عبد الله، انتبه من الدخله المنيله. والله نستريح ابو عبد الله. اليوم عرض يوم التأسيس. اي واليوم الكرم والجود اصبح واجب، ما في كلام. ما فيها كلام. ما فيها كلام. بس بيض الله وجيك، ما اظن ان عقوبتي تسدد. عطمه ودي خليه يسكت، خليه يسكت بس. يا ليه دخلنا في قصه ثانيه كده، اللبنات هتروح عليك. اذا دخلها على امه يقول لك بيشرب الحليب، عرفت من امه، فما بيخليه له حليب. شوف لك حل يا عم حسين، شوف لك حل هذا. المهم نرجع لموضوعنا. المهم ان الروز جولد اول عطر في الباكج. الموضوع كبر.
ما فيهم واحد واحد لا يا عم حسين. ما فيهم واحد يتهاوش مع البقر يعني مواضيع خاصه يعني في هذا.